بارت 2 لأن الفلوج الأول كان طويل، كان صعب إننا أكمل كل الزيارة حق السنتر في فلوج واحد، فقسمته. هذه كنيسة المدينة، واكتشفنا وإحنا في سنتر المدينة محل عامل تصفيات. هذا المحل عامل أغلب الأشياء كاتب إنها 40% وعنده براندات وتصفية للمحل. حبينا نعمل لفة وأحط لكم بعض الأسعار، لأنه في كثير بيسألوا كيف الأسعار، كيف التخفيضات، كيف كذا. فحاخذكم في جولة، حيكون أغلب الفلوج جولة داخل المحل، نشوف أسعار البراندات اللي عندهم وكم نسبة التخفيض. في هذه مثلا زي هذه ب 130 يورو. بعدين برجع بعد التخفيض 40% ما ادري ايش تطلع بكم، يعني يمكن 70 يورو. هذا لو بجيري هذا مثلا، هذا عليه 30 مش 40. هذا سعره ب 219 يورو، عليه 30%، يعني 60 يورو نقصوا هيطلع ب 100 وشوية، 50% عليها، بس سعرها 220 يورو، عليها 50. طيب شوف لو في تيشرت لإيوان ولا شيء، بس هذا كبار. تيشرتات هذه مدري ايش البراند، براند مش معروف. هذا 38. مثلا زي هذا 30% بس ب70 يورو. هذا التيشرت يعني يطلع ب50 يورو يمكن التيشرت. مش حاجة حلوة، مش حاجة حلوة. هذا ايش من براند؟ طيب هذا ب40 عليه 30%. بس كله أشياء قديمة يعني، بس كثير ناس فرق. على ايش شكل بناتي هذه؟ 130 عليها 40%. هناك 40 60 تكون 70 أو 80. 12 18 60 70 78 في هذه الحدود. 78 يورو. شكلها نسائية. لا رجالي، هذا قسم رجالي بس الشكل. لا قد دخلنا داخل كله مش حلو يعني، حتى قديمات. لا في ال وام وكله اكسل كله، بس ما قديمات وما هي شبك البراندات كلها يعني، بعضها معروفة بعضها لا. يعني مش هذاك الحاجة الواو، بس اللي يدور ممكن يحصل يعني. هذا تيشرت، لا هذا حق البرد، يمكن جاكيت. نو لو في تيشرت زي هذا حلو. هذا بس كبار، هذا اكسل فقط، مكتوب اكسل. نو الكرتون مكتوب فيه اكسل. لا هناك تحت ما فيش. هذه زمزمية حلوة شكلها. زمزمية ايش حلوة. تكون في 100 55 بعد التخفيض رجعت 25 يورو. عجبتني هذه البلوزة، خفيفة وناعمة حلوة، ب 160 يورو. 160 يورو عليها 50%، يعني 80 يورو، يعني 100 دولار. 100 دولار على التيشيرت هذا بعد التخفيض. مش ضروري تعجبني ب100، بشتري هذا أحلى، تستاهلش 100. نشوف البراندز هذيك حلوة. والحاجات الحلوة إذا في حاجة حلوة تخفيض مش قوي، 20. يعني هذا الشميز ب75 على 20، يعني كم بيرجع 50، لا أكثر من 50. إذا في حاجة حلوة تخفيض قليل، واللي هم قدام 30 40 وهكذا و50 عليه، بس مش حاجة حلوة خلاص عليه. شوفوا هذا الكلب المؤدب، شوفوا صاحبه دخل المحل، شوفوا فين عائلة. هذا التيشيرت لطيف، صغيرة دي. هذا ب47 يورو. هذا جميل، هذا الأصفر حلو أنيق، برضه ب47. هذين خفيفات صيفي يعني 49 50 يورو. هذا اكسسوارز، احب الاشياء حلوه، بس اشياء شويه غاليه، بس اشياء جميله. ها شوف هذا الطقم، الحلق فين لحظه يا ماما، الحلق 59 والسلس ب50. طبعا هذه أسعار المحلات الموجودة في سنتر المدينة. طبعا هذا الكلب قرر يسلم علي وخلاني أفتجع، عشان كده ما حبيتش أحط المقطع هذا بصوتي. فهذه أسعار المحلات اللي بتبيع الملابس في السنتر. في طبعا محلات أغلى بكثير، في محلات نفس المستوى، وفي محلات أرخص.
كنت ناوية أشتري آيس كريم من هذه العربيات، طبعًا هذه العربية مش عارفة هي إسبانية أو إيطالية، بس الآيس كريم اللي عندهم لذيذ، لكن شوفوا الطابور خلّاني أغيّر الفكرة تمامًا وألغي مشروع إن أنا أفكّر آكل آيس كريم، لإن الطابور يعني طويل للخلف، يعني مش قادرة أصوّر لفين واصل الناس المطوّبرة عشان تاخد آيس كريم، وهنا خلاص انتهت الفكرة والغيتها، وبس كده وصلنا لنهاية الفلوج، ولإني أنا سرّعت المقطع حسيت إنه ضروري أتكلم بسرعة. المهم محلات السنتر هذه أسعارها متوسطة، وفي كمان عندنا محلات زارا واتش&ام ومانجو أسعارها حلوة وتعتبر الاستخدام اليومي، يعني ممكن تحصلوا من 20 من 30 يورو، أسعار حلوة. وفي محلات بس مش موجودة عندنا زي سي&دا وبري مارك اللي هو بريطاني مش موجود في المدينة عندنا. وكذا كان نهاية الفلوج حق اليوم، ودخلت الصيدلية هذه أشتري لي فيتامين. باي.